طبعًا أنتِ فاكرة إن أنتِ هتدخلي هتلاقي طبطبة وحد بيقول لِك معلش وما تزعليش واللي فات مش بتاعِك والكلام ده، ما فيش الكلام ده، أنتِ هتتفوّقي دلوقتي تاخدي صدمة كده تفوّقِك، عشان ساعات بنحتاج حد كده يضغط علينا علشان يفوّقنا من اللي إحنا فيه. هلو أهلًا بيكم في نُص الدنيا لحاجة. موضوع النهارده بيتكلم عن موضوع تقريبًا بنقابله كل يوم في حياتنا سواء إحنا أو صحابنا أو ناس نعرفها أو حاجة بنشوفها على السوشيال ميديا. كل يوم بنسمع إن حد انفصل، حد ارتبط، حد اتنين سابوا بعض بعد فترة طويلة أوي. أنتِ كنتِ في علاقة مش مبسوطة فيها، أنتِ كنتِ في علاقة مش مرتاحة، هو قال لِك ما إحنا لازم نبعد عن بعض، أنتِ قلتِ له، أيًا كان، بس ده بنشوفه كل يوم. طيب، في حاجات بيبقى فعلًا الحل بتاعها الانفصال، علاقات هي خلاص مش هينفع تكمّل. وفي حاجات من البداية بتبقى باينة إن إحنا مش هننفع أصلًا ندخل العلاقة، ومع ذلك بنقول فين الtoxic يالّا أنا رايحة، فين اللي مش هينفعنا ندوّر عليه كده من وسط الناس، هو ده، هو ده اللي لازم أنا آخُد معاه التجربة ولازم هو ده المستحيل، هو ده. أنا كلامي النهارده للناس اللي بجد أنا وهي وكل الناس اللي حوالينا عارفين إن هي في علاقة دلوقتي، أو إن هي لسه خارجة من علاقة، هي أصلًا ما كانتش تنفع. هي أصلًا ما كانتش تستاهل الدراما اللي أنتِ عاملاها دي، يعني الدراما اللي أنتِ عاملاها وجو أنا ضحية وأنا ما متسابة وأنا متخانة وأنا مش عارفة إيه، أنا وأنتِ عارفين إنه ما كانش هينفع من الأول، أنا وأنتِ عارفين إنه مش صح، أنا وأنتِ عارفين إنه العلاقة ما كانتش أصلًا هتكمّل، بس أنا قُلت أجرّب، بس أنا قُلت حبيته، بس أنا ما كانش ينفع ما أسيب الموضوع لأ، أصل اللي كان بيننا وأصل اللي حصل وأصل اللي جرى، أيًا كان، أيًا كان، أيًا كان، الخطوة اللي أنتِ شايفة من الأول إن هي مش هتكمل ما تخشيهاش. خلاص كلمة واحدة، ما تخشيهاش باحبه، ما باحبوش، أصل حصل، أصل جرى، مش هينفع. أصل أنتِ شايفة إن مثلًا كان بينكم ذكريات بس أنتِ كمّلتِ، طب ما الذكريات بتزيد. أنتِ شايفة إنه اللي بينكم ما كانش قريب بس أنتِ كمّلتِ، طب ما اللي بينكم ده هيكتر، فأنتِ لو قادرة دلوقتي مش قادرة دلوقتي تسيبيه أو مش قادرة دلوقتي تبعدي عشان اللي بينكم 50%، انسي بعد فترة اللي هيبقى بينكم 60، 70، 80، 90. فلو أنتِ دلوقتي زعلانة عن الوجع اللي هيكون بينكم، فأنتِ بعد فترة طويلة هيكون الوجع أزيد بكتير، لإن الذكريات عادةً بتوجعنا، فكل أمّا قعدت أكتر وكل أمّا عملت memories وكل أمّا عملت ذكريات أكتر، كل لمّا فترة الانفصال كانت أسوأ، كانت أصعب، كانت أطول. اللي فاتت ما كانش بتاعِك. فكرة إن أنتِ دلوقتي خارجة من العلاقة، فكرة إن أنتِ دلوقتي قاعدة زعلانة ومقهورة عمّالة تقلّبي في الصور وعمّالة زعلانة على نفسِك وعمّالة إزاي يحصل كده وإزاي يعمل كده وأنا كنت وِحشة وأنا كنت حلوة وأنا، ده خلاص. أنتِ خرجتِ من علاقة، خلاص فوّقي نفسِك بقى، يعني خلاص عدّي اللي فات ده، فوّقي نفسِك أنا هاخرج إزاي من العلاقة دي، مش هافضل بقى عايشة على الذكريات، هافضل بقى كل اللي يكلمني أقعد أعيط، هافضل بقى عايشة في جو بقى اكتئاب وجو حزن وعمّالة بقى أنزّل stickers وعمّالة أنزّل stories إن أنا متضايقة وزعلانة وعمّالة بقى أشغّل في أغاني تامر عاشور. أول حاجة نمسح أغاني تامر عاشور، أول حاجة نعملها أغاني تامر عاشور تتمسح من التليفون، ما اسمعش ولا أغنية ليه، عشان الأغاني بجد بتزوّد اكتئابنا، الأغاني بالذات الأغاني الكئيبة بتلاقيكِ أنتِ لو معدية وسمعتيها خلاص أنا خلاص دخلت في الmood اللي أنا عايزة أعيط دلوقتي، قاعدة في عربية، في Uber، في أيًا كان والأغنية عدّت من جنبي، أنا افتكرت اللي حصل واللي جرى و، فابعدي عن الحاجات اللي بتفكّرِك، لو في أي حاجة في أوضتِك، في أي حاجة في حياتِك، مش في حياتِك، يعني في أي حاجة في أوضتِك، هدية، أي حاجة بتفكّرِك بالموضوع حاولي تشيليها من قدّامِك، حاولي move on، صوركم امسحيها أو انقليها في حتّة ما تبقاش قدّامِك طول الوقت. خلاص عدّي وعادي وهتمشي والدنيا وما حدّش الدنيا مش بتُقف عليكِ ولا عليه ولا خلاص الموضوع انتهى، حاولي تعدّي على قد ما تقدري عشان تعرفي تكمّلي حياتِك، ما توقّفيش حياتِك على حد، الحياة ما بتُقفش على حد، ما توقّفيش حياتِك، أنتِ اللي هتخسري، عمرِك هيضيع، سِنِّك هيضيع، الوقت الحلو اللي أنتِ المفروض تتبسطي فيه هتلاقيه ضاع، كفاية أصلًا already اللي ضاع، يعني كفاية اللي ضاع أصلًا في العلاقة، فما تضيّعيش وقتِك إن أنتِ بتmovي on، خُدي وقتِك في الزعل بس خلاص يوم، 2، 3، أسبوع، أسبوعين كفاية، شهر، الناس بتmove on سَنة، 2، 3، كان يستاهل، يمكن أنتم اللي كنتم وحشين في العلاقة بس العلاقة انتهت، فمش هنوقّف حياتنا. هنشوف حياتنا، هنشوف شغلنا، هنشوف إزاي ننجح، إزاي هنطوّر نفسنا، إزاي
مش هاقول لِك نثبت للشخص اللي قدامنا إن إحنا قد إيه كنا كويسين، ما تثبتيش لحد إن أنتِ كويسة، أنتِ كويسة أصلًا، يعني أنتِ مش مستاهلة تثبتي لحد إن أنا كنت كويسة وأنا هاثبت لك وأنا هاعمل لك، لأ، اعملي لنفسِك، يعني اثبتي ده لنفسِك، اثبتي ده إن أنتِ كنتِ بتعملي عشان كذا وكذا وكذا وكذا، عشان حد ما كنتِ بتعملي عشانه حاجات، لأ، بطّلي بقى تعملي عشان حد واعملي عشان نفسِك، أنا باحب كذا فأنا هاعمل كذا، اللي جاي متقبّلني بكذا أوكي، مش متقبّلني خلاص هو حُر، أنا عايزة أعمل كذا، أنا عايزة أسوي كذا، أنا عايزة أنجح، أنا عايزة أطوّر نفسي، أنا عايزة ألتزم في الصلاة، أنا عايزة أحط هوايات معيّنة أعملها في يومي، أنا عايزة أرتّب يومي، أنا عايزة أرتّب أوضتي، أنا عايزة أرتّب حياتي، أنا عايزة أخرّج الناس اللي ما لهاش لازمة من حياتي أخرّجهم من حياتي. اخرجي من جو الاكتئاب، اخرجي من جو الحزن والضحية، أنتِ مش ضحية وأنتِ مش ملاك، وأنتِ غلطتِ أكيد غلطتِ، هو كان وِحِش أو هو كان وِحِش معاكِ في كل الحاجات بس خلاص بقى، ده عدّى. اخرجي من اللي أنتِ فيه، قابلي صحابِك، انزلي اتبسطي، انزلي اخرجي، روحي أماكن أنتِ عايزاها، طلّعي هواياتِك، شوفي أنتِ عايزة تعملي إيه، لو مش عارفة أنتِ إزاي أصلًا تكتشفي هواياتِك أو إزاي تكتشفي الشغف بتاعِك أو أنتِ أصلًا ما عندكيش حاجة بتعمليها في يومِك، في فيديو أنا هاسيبه لكم تحت في الوصف، خشي شوفيه واتفرّجي عليه واعرفي إزاي أصلًا بتكتشفي أنا عندي هواية إزاي أو أنا إيه الحاجة اللي ممكن أضيّع فيها وقتي وأكون باحبها، هاسيب لكم الفيديو تحت، بس اخرجي من الجو ده، اخرجي من الاكتئاب ده مش هيفيدِك. هيأثّر على نفسيتِك، هيأثّر على بشرتِك، هيأثّر على صحتِك، هيأثّر على الناس اللي حواليكِ اللي بتحبِّك، هيقلل دايرة العلاقات بتاعتِك، ما حدش بيحب يكون جنب حد متضايق طول الوقت، حد حزين طول الوقت، حد كئيب طول الوقت، حد طول الوقت بيتكلم على حد واحد، خلاص الناس هتزهق، حتى لو حد قريب منِّك هيبدأ يزهق من إن أنتِ طول الوقت بتتكلمي على حد واحد، طول الوقت بتتكلمي على حد معين، لأ، خلاص كبّري حياتِك، اخرجي من الدايرة اللي أنتِ فيها دي خلّي في حياتِك حاجات تانية، إنجازات تانية محتاجة تتكلّمي عنها، أنتِ جميلة وتستحقي كل الحب، واللي خرج من حياتِك هو اللي خسر مش أنتِ اللي خسرتِ خالص، هو اللي خسران، هو اللي غلطان، أنتِ تستحقي كل حاجة، بس لازم تكوني عارفة إن أنتِ تستحقي كل حاجة، ما تزعليش و واللي جاي هيبقى أحسن، أنا متأكدة إن أنتِ قد اللي جاي، وربنا هيعوّضِك خير عن أي حاجة أنتِ كنتِ اتظلمتِ فيها أو كنتِ وِحشة فيها أو كنتِ حد ظلمِك بأيًا كان الطريقة هتتعوّضي وربنا هيعوّضِك دلوقتي أو بعدين، ركّزي بس أنتِ مع نفسِك واسعي عشان ربنا بيحب الناس اللي بتسعى، اسعي إن أنتِ تبقي أحسن واسعي إن أنتِ تطوّري نفسِك، اسعي إن أنتِ عايزة أبقى أفضل، اسعي إن أنتِ عايزة تنجحي، اسعي إن أنتِ عايزة تقرّبي من ربنا، اسعي في أي حاجة وصدقيني ربنا هيكرمِك، جو الاكتئاب مش لايق عليكِ، أنتِ من حقِّك أو أنتِ تستاهلي إن أنتِ تكوني حلوة طول الوقت، تستاهلي إن أنتِ تكوني بتضحكي طول الوقت، وأنا أول واحدة باقول لِك إن أنا باحبِّك جدًا وما تزعليش. لو اتبسطتِ النهارده في الحلقة قولوا لي الحلقات اللي جاية حابين نتكلم عن إيه، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.